انتوا شفتوا هتافات الجمهور الاردني والفلسطيني لما كانوا بيرحبوا بلاعيبه العراق؟ والله صدق سيدنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام لما قال: لنا محبين لو قطعناهم إربا إربا ما ازدادوا لنا الا حبا، ولنا مبغضين لو العقنا لهم العسل ما ازدادوا لنا الا بغضا. الشيعة على فكره ما اثروش في حاجه مع الشعب الاردني، اشي نفط ببلاش، اشي تجاره مشتركه، اشي معاملات، اشي مش عارف ايه. باختصار كده لولا العراق كان الاردن دلوقتي بيكح تراب، الا لو الكيان البتنجاني قرر ما يموتوش من الجوع. وبالنسبه للفلسطينيين خلينا نتكلم بصراحه، مين اللي واقف معاكم لما كانت كل الدول العربيه تمنع حتى رفع العلم الفلسطيني؟ خلي عينك بعيني كده، مش الشيعه؟ مش الشيعه؟ طب ليه الكره ده كله للشيعه؟ نحل الموضوع ده ازاي؟ الحل بسيط جدا، ننشر التشيع. لو قمنا بدورنا صح ونشرنا التشيع كان السلام عم العالم كله. الشجره الخبيثه دي نقطعها من جذورها، عشان لو كل ما حاربنا الارهاب وخلصنا عليه هيطلع تاني. لو الجذور لساتها موجوده، والجذور هي ايه بالظبط؟ السقيفه وبيعه الفلته لابو بكر.